أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: إطلاق قنوات تلفزية جديدة بالمغرب. لكن قبل البدء لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم ولايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم أن دفاتر تحملات جديدة سترى النور مطلع السنة المقبلة تخص مشروع القطب السمعي البصري الجديد هولدنج، بلغت نسبة إنجازها 90%. وأوضح بن سعيد في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تطوير القطب السمعي البصري وتحديثه، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه تم عقد عدد مهم من الاجتماعات بحضور مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تيفي وإذاعة ميدي 1 راديو لإعداد دفاتر تحملات سيتم التركيز خلالها على تقوية الإنتاجات الوطنية في إطار السيادة الثقافية. وأضاف الوزير أن دفاتر التحملات ستركز كذلك على توجيه برامج وأفلام وثائقية تهم التراث الثقافي والثقافة المغربية وتاريخ المغرب الغني نحو الأجيال الصاعدة، مع الحرص على تقوية حضور القنوات العمومية الوطنية في الوسائط الرقمية والاشتغال بنظام البث تحت الطلب SVOD، وعودة حضور البرامج السياسية والنقاشات السياسية داخل قنوات القطب العمومي، وإيلاء أهمية للغة الإنجليزية.